قبل الفاصل بدأنا مع سيادة السفير الكلام عن إزاي نستخدم مبادئ القوانين الدولية في الدفاع عن الحقوق العربية. بدأنا بتأصيل نظري وكمان تتبع تاريخي لنشأة وتطور مفهوم القانون الدولي، ووقفنا يعني بشيء من التفصيل شوية عند الملف العراقي باعتبار أنه الأحدث في ضوء ما نشر من وثائق على موقع ويكيليكس. الآن في الجزء الثاني من الحوار هنتطرق إلى قضايا أخرى عربية أو ملفات أخرى. محتاجين أولا نعرف رأي القانون الدولي في توصيف هذه القضايا، ثانيا نعرف ازاي ندافع عن حقوقنا باستخدام هذا القانون الدولي. برحب بحضرتك مجددا سيادة السفير، وعايز انتقل مع حضرتك واحنا جايين شرقا كده من العراق الى سوريا. طيب سوريا في 2007 سيادة السفير وحدة من الطيران الإسرائيلي قصفت موقع دير الزور، موقع الكبر في دير الزور، واللي قيل في وقتها انه ده كان منشأة بيتم اعدادها لتكون يعني منشأة نووية. نعم. وان السودان سوريا موقعة على اتفاقية الحد او منع الانتشار النووي، وكأن ده يعطي الحق الدولة غير موقعة على هذه المعاهدة ان تضرب دولة اخرى باعتبار ان هي يعني موقعة على هذه الاتفاقية وملهاش حق امتلاك التقنية النووية كده بدون اي تحقيق او بدون يعني اي تقصي، ونعرف المنشأة دي طبيعتها ايه. انا عايز بس الاول افرق بين قرارات مجلس الامن التي أصبحت قرارات مسيسة وضد القانون الدولي وبين اعتبار هذه القرارات جزء من القانون الدولي. إن احنا أحيانا بنقول ده إيه الشرعية الدولية ونستند وفقا لقرار مجلس الأمن رقم كذا يبقى خلاص تمام. الحقيقة إن في قرارات فعلا تعتبر جزء من الشرعية الدولية وفي قرارات تانية خرجت عن هذا الإطار. طب ما هي الشرعية الدولية؟ الشرعية الدولية هي 3 طبقات. الطبقة الأولى هي مبادئ القانون الدولي، الطبقة الثانية هي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والطبقة الثالثة هي قرارات مجلس الأمن أو الجمعية إذا تطابقت مع المصدرين الأولين. ولكن لو عشان كده بخلي أنا قرارات مجلس الأمن عشان تقاس وفقا للمصدرين التانيين، يعني بحطها قدام مبادئ القانون الدولي ومبادئ الميثاق وأقول إذا كانت القرارات دي صحيحة وغير صحيحة. طبعا الاتجاه الأمريكي في داخل مجلس الأمن إنه مجلس الأمن النهاردة توحش ويستخدم في كل شيء. أنت شايف كل شيء على الهواء الأمريكي طبعا. فيعني مثلا هم عايزين يعملوا محكمة دولية بتاعت الحريري وبتاعت اسمه ده هو رواندا وبتاعت يوغوسلافيا السابقة، يبقى الفصل برضه السابع على المزاج، لأنه عند جون جارنج مثلا في السودان ما كانش فيه حاجة لده يعني. يعني دايما بالإرادة الأمريكية. الإرادة الأمريكية. فعشان كده أنا بنبه إلى أن نأخذ قرارات مجلس الأمن خصوصا في هذه المرحلة بحذر شديد، لأن قرارات المجلس اتخذت. وبعدين لما بنيجي نتكلم احنا على القرارات الدولية كمصدر مصادر الشرعية الدولية، إسرائيل مثلا قامت على القرار 181. القرار 181 ده صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة. الجمعية العامة للأمم المتحدة بتصدر توصيات مش قرارات، وهذه التوصيات غير ملزمة. وفي المرحلة دي تاريخيا كان دايما اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار ان يعني الحرب الباردة والثنائية القطبية اللي عايزاه امريكا الاتحاد السوفيتي بيصوت عليه بفيتو والعكس. بالظبط. فكان بيتم اللجوء الى ففي هذه المرحله كان الجمعيه العامه هي مركز ثقل في النظام الامم المتحده. فكانت الجمعيه الولايات المتحده لها انصار داخل الجمعيه العامه، وبالتالي عندها حريه الحركه اكثر من مجلس الامن زي ما انت اشرت. مجلس الامن لهذا السبب الفقه الغربي كان يعلي من شأن قرارات الجمعيه العامه في ذلك الوقت ويخفض من شأن قرارات مجلس الأمن. الفقه السوفيتي يعلي من شأن قرارات مجلس الأمن ويخفض من شأن قرارات الجمعية العامة. لما بدأت العملية تنقلب من منتصف الخمسينات لغاية سنة 74، ده السنة الحاسمة أو 75، ده الدول بدأت تستقل من الاستعمار، تنضم للأمم المتحدة، تبقى أعضاء في الجمعية العامة، وبدأ يطلع حاجة اسمها الأغلبية الدكتاتورية. فأصبحت الجمعية العامة ضد الولايات المتحدة. وخصوصا لما طلعوا القرارات الخاصه بنظام التحرير الفلسطينيه والاعتراف بحقوق الشرعيه للشعب الفلسطيني، وان دي لها مقعد المراقب الدائم في الامم المتحده. كل الكلام ده عمل قطيعه بين دول الامم المتحده وبين الولايات المتحده. وانت شفت في اليونسكو ايام انبو، احمد مختار انبو،
اليونسكو نفسه كان انسحبت الولايات المتحدة كليا من انسحبت. المنظمة. أولا أوقفت التمويل، ثانيا انسحبت. تمام. فأنا عايز أقول إنه طيب في عام 47 صدر قرار 181 الخاص بتقسيم فلسطين، وهذا القرار بيقول إن فلسطين تنقسم إلى جزئين، جزء تقوم عليه دولة يهودية، قرار التقسيم الشهير، والقسم الثاني تقوم عليه دولة عربية. طيب الدولة العربية ما قامتش والدولة اليهودية قامت، يبقى القرار لم طب ينفذ. الجزء اللي بتاع الدولة العربية ده يجب أن يظل. أنا اشتريت حتة أرض. يعني فلسطين ده موضوع طويل جدا، وأنا عايز أقف مع حضرتك عنده بتفصيل. لا أنا مش هتكلم فيه، يعني. مش هتكلم، بس عايز أقول اللقطة بتاعت قرارات الإسرائيل قالت إيه؟ قالت أيوه أنا قمت صحيح على توصية، بس التوصية دي فيها حتة في الديباجة بتقول مجلس الأمن يطبقها وفقا للفصل السابع، يعني سلحوها بسلطات مجلس الأمن الفصل السابع. الحتة اللي في الديباجة دي لا تسري على الجزء المتبقي من فلسطين اللي هو كان المفترض تقام عليه دولة فلسطينية؟ لا، ما قالت لك إيه تاني؟ قالت لك أصل القرار ده لما الدول العربية رفضته سقط. فده يعتبر تزوير قانوني. قرارات الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو أي حتة، ولو إنه مسألة برضه رفض الدول العربية دي فيها كلام، يعني هل كان الدول يجب أن العربية ترفض؟ رفضت كان يجب أن ترفض. لا هنخصصها كلام تفصيل، لأن أنا رأيي أن احنا نلقن أبنائنا تفاصيل هذه القضية. نحن إزاء مشروع استعماري استيطاني إحلالي يقوم بعملية إبادة شاملة واعتبرها بطولات، فلا بد ان احنا نعرف. وطبعا الشرق الاوسط والمنطقه العربيه ابتليت بهذا الموضوع، هذا السرطان. لا هو سرطان، لا هو يريد ان يدخل في الجسد والتعايش معه ويكون له مكان محدد. إذا كان في إمكانية للتعايش يستحيل. يعني هل في تعايش بين سرطان وبين جسد؟ لا يستحيل. لازم في طرف يقضي على الآخر. أنا رأيي إنه فعلا ما يسمى بالتطرف في العالم العربي، هذا التطرف بمعنى إيه؟ المطالبة بكل فلسطين هذا حق. إذا كان اليهود نفسهم بيقولوا اللي هم لهمش مكان بيقولوا إحنا عايزين كل فلسطين، فما بالنا بأصحاب الحق؟ يعني إن إحنا نقول لهم لا خدوا بقى بعد 67 وخدوا مش عارف إيه، لا ناخد كل مش عايزين. إما أن تعيش إسرائيل بيننا ونحن نقبلها على أساس أنها مزروعة وهذا تفضل منا، وتعيش وفق قواعد الأدب والاحترام. قبلتها الأنظمة لن تقبلها الشعوب سيادة السفير. يعني في يعني حقائق دينية حتى على وتاريخية وسياسية وأخلاقية أنا بتكلم حتى على المستوى الدبلوماسي. يعني حتى على المستوى الدبلوماسي، يعني أنا أضحكك على حاجة. أنا في مرة كنت بعمل محاضرة في مركز إسلامي، وفي مجموعة من الناس يعني اللي هم إيه يعني واخدين نظرية تانية خالص. فأنا بتكلم على ما هي عملية السلام، إيه المشكلة بينه وبين إسرائيل؟ قلت لهم المشكلة بينه وبين إسرائيل اللي إحنا بنتكلم عليها على المستوى الدولي، يعني كلام بيتقال بقى في المؤتمرات والحاجات وبتاع. الكلام الرسمي إن إسرائيل ادوها حتة في فلسطين 56.5%، وحطوا خريطة، ولذلك خطأ جدا إنهم يقولوا إسرائيل ملهاش حدود. لا، اسرائيل ده هي مبسوطه قوي ان احنا نقول كده. قرار التقسيم لا حدود، لا حدود. لكن اسرائيل مش جايه كده، لا، اسرائيل في اعلان قيامها قالت ان قرار التقسيم ميزته الوحيده مش شهاده ميلاد ليا عشان لو ما اعترفتش بيه تتقطع الشهاده ويرجعوني مره ثانيه الى ما قبل الميلاد. لا، ميزته الوحيده انه اعتراف من المجتمع الدولي بان اليهود كانوا هنا وأنهم عادوا لكي يستردوا أرضهم، اللي هي أكذوبة الحقوق التاريخية، الحقوق التاريخية والحقوق التوراتية والحقوق المهلبية بتاعتهم دي. وكل واحد بقى يروح يدور على أصوله كانت فين ويروح يطالب بقى بدولة في هذا المكان. على كل حال الموضوع ده محتاج إلى قعدة خاصة، لأنه في تفاصيل كتيرة. يعني احنا هناخد وعد من حضرتك إنه يكون في جزء تاني، لأنه فلسطين ده موضوع طويل جدا وأيضا السودان موضوع طويل، وهعود مع حضرتك إلى احنا عندنا إسرائيل وسوريا 29 نوفمبر هو يوم صدور قرار التقسيم. فيعني عايزين ربما بهذه المناسبة نعمل مع حضرتك حلقة مطولة يعني عن الحقوق الفلسطينية والأباطيل أو المزاعم الإسرائيلية في حقوق في هذه الأرض، وإنه مفيش حاجة اسمها قرار تقسيم الحقيقة. يعني واحد يجي مثلا ضيف وبعد كده يقتسم مع البيت، ويا ريته راضي بالاسم. لا، ده مش راضي، ده بيويد فيا وبيعتبرني انا اللي خدت الارض بتاعته.
طيب لو احنا اتنقلنا لموضوع سوريا اللي انت اشرت نعود الى سوريا، والطرف ايضا المعتدي هنا هو اسرائيل. اولا من حق سوريا وفق الاتفاقية منع انتشار النووي اللي هي طرف فيها ان ليها حقين. الحق الاول انها تحصل من الدول النووية على التكنولوجيا، على تكنولوجيا نووية سلمية. ونمرة 2 انها تكون في مأمن من اي استخدام. الارض على يعني هي يعني نتيجة هذه المشكلة في تصدع في المباني، وانتم شايفين انه من الافضل. دي اصلها اتفاقية 68 بدأت بعد كده في عام 2095 واصبح فيه مؤتمر مراجعة كل 5 سنين. في هذه الاتفاقية سوريا باعتبار انها دولة طرف بدت، لانه يعني بس عشان الساده المشاهدين يبقوا معانا، المفروض ان الاتفاقات الدوليه بتبقى محدوده بمدى زمني لكن هذه الاتفاقيه اصبحت الى الابد يعني ابديه. طيب سوريا اذا لها الحق انها تحصل على هذا. طب افرض سوريا حصلت على هذا الحق دون ان تخبر احدا، من حقها برضه اللي هي الوكاله الدوليه. من حقها. وبعدين هي طرف في الوكاله، هي عضو في الوكاله، تستطيع الوكاله في اي وقت ان تفتش عليه، ترسل مراقبين. وبعدين سوريا يعني عضو في الوكاله، وسوريا كمان في علاقات اتفاقيات تعاون بينها وبين الوكاله خاصه بالتفتيش وخاصه بالتعاون في المجال النووي وخاصه في كذا. فده موضوع. ما هي علاقه اسرائيل بقى بالموضوع ده؟ حضرتك قلت في بداية الحوار انها بتعتبر انه مش بس ما يعني حدودها هي اللي بتلتزم بيها، ده حيثما توهمت ان لها مصالح بتتدخل. اذا اسرائيل قبل كده ما هو في نموذج القصف المفاعل النووي العراقي. نعم. اسرائيل التي ولدت اصلا خارج رحم القانون الدولي لا تعترف بالقانون الدولي. ولهذا فهي لها قانون دولي خاص بها هي. اسرائيل اصلا ويتم تدليلها بشكل يعني فج. ما بيتم تدليلها ليه؟ من في ايديهم مفاتيح هذا القانون الدولي. ما هو بيتم تدليلها خارج دائره القانون الدولي. يعني شوف مثلا ابسط حاجه، النهارده لما بيتكلموا مثلا عن ايه وقف الاستيطان او تجميد الاستيطان، ايه معناه من الناحيه القانونيه؟ اولا الاستيطان وفق القانون الدولي ده غير مشروع، لان هو محظور حظرا مطلقا في اتفاقيات جنيف الرابعه، ان الدوله المحتله لا يجوز لها مطلقا ان تنقل سكانها الى الاقليم المحتل او ان تنقل ابناء الاقليم المحتل الى خارج هذه الاراضي، ناهيك عن استقدام اخرين من لكن خارج اسرائيل سكانها. لا تعترف بهذا القانون الدولي. اسرائيل ترى ان هي اصلا كانت هنا، وان الفلسطينيين هم الغزاة والمحتلين، ويجب استرداد هذه الاراضي. يا اخي نتنياهو لما راح الجمعيه العامه السنه اللي فاتت سنه 2009 قال نحن امه كنا هنا ومهمتنا الان هي استرداد ارث الاجداد. نتنياهو اللي يتم التعامل معه على انه رجل سلام وفي امكانيه لحلول وسط. هل ما شوف احنا كل ما نيجي نبعد عن الموضوع بتاع اسرائيل بيجرنا ليه؟ هو الموضوع الحاكم باعتبار ان القضيه دي هي القضيه المركزيه، لكن الاستشهاد لا، ده غير كده كمان. الفاعل الرئيسي في جميع الملفات هو اسرائيل. من الذي اغرى الولايات المتحده باحتلال العراق؟ ما هي المصلحه الامريكيه في احتلال العراق؟ هي مصلحه اسرائيليه. لديها بعض المصالح، لكن المصلحه الاسرائيليه غالبه. النهارده سيطره اللوبي الصهيوني على مقاليد القرار الامريكي في المنطقه العربيه اعلى بكثير من المصالح الامريكيه. وده مش كلامي، ده كلام ميرشايمر وزميله استاذ في جامعه شيكاغو وجامعه هارفارد، الاثنين اهتموا جدا بموضوع العلاقات الامريكيه الاسرائيليه والعوامل المؤثره عليها، وطلعوا كتاب مهم جدا سنه 2007 وترجم اللغه العربيه عن اللوبي الاسرائيلي واثره على تشكيل السياسه الخارجيه الامريكيه. هو في منظرين كبار في امريكا باتوا الان يضيقوا ذرعا بمساله انه امريكا طول الوقت قاعده تقدم خدمات لاسرائيل، وده في مقابل ايه؟ شوف بقى، اسرائيل طرف في العراق، اسرائيل طرف في سوريا في موضوع بتاع ده، وفي لبنان، اسرائيل في لبنان، اسرائيل في السودان، في فلسطين طبعا قبل كل ما هي انطلقت من فلسطين. طيب ايه اللي خلى اسرائيل؟ وفي الاعتداء على مصر في اكثر من مره طبعا. وبعدين يعني مثلا اعتداء على مصر بالنسبه للقانون الدولي. انا في عام 56 انا عارف ان الملفات متشابكه سياده السفير، بس انا عايز اخد كل محور على حده، لانه انا يعني همر مع حضرتك على الخريطه زي ما بنقول. انا الان عايز اقف موضوع النووي عند سوريا. النووي. بص،
إسرائيل لا علاقة لها بالموضوع النووي، ولكن إسرائيل بتقول إنها أمنها يمتد إلى كل العالم، وإنها تؤمن نفسها من أي دولة أخرى يمكن أن يشتبه في أن تكون لديها سلاح نووي يهددني. فإذا المعيار مش حيازة السلاح وإنما التوجه السياسي للدولة. يعني على سبيل المثال النهارده إسرائيل تلح على الولايات المتحدة عشان تضرب إيران. الدول العربية كلها بتقول للولايات المتحدة وهي مقتنعة بكده أن ضرب إيران سيؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة. طيب هنا بقى كيف يمكن لإسرائيل أن تمنع إيران وتظل هي بسلاحها النووي تهددنا وتعمل فينا كل حاجة، بينما ما فيش حد يتسلح إلا هي مسألة إيران بس؟ لا، أي دولة عربية تانية لو النهاردة فكرت أنها تعمل سلاح نووي أو تجيب حتى طاقة نووية سلمية إسرائيل هتمنعها. طيب يعني النظام السوري يعني بدأ عليه الارتباك في التعامل مع هذا الملف لفترة، ويمكن ده لاعتبارات سياسية مفهومة انه ازاي الطيران الاسرائيلي اخترق كل هذه المسافة ونفذ هذه الضربة لا، الطيران الاسرائيلي جه من تركيا. لكن او بمحاذاة هذا الشريط بين سوريا جه من تركيا ايام ما كان في تعاون بين تركيا واسرائيل. تمام. يعني وانا بقفل مع حضرتك الملف ده وبنختم الحلقة يعني في انتظار جزء تاني نتناول فيه باقي الملفات. مسألة احتلال الجولان، لانه الجولان يسري عليها ما يسري على القدس، انه العدو اعلن ضم الجولان، فمفهوم ضم الارض. مجلس الامن اصدر قرار طبعا هو اسرائيل اعلنت من الكنيست قانون ضم القدس الاول، وده معناه ان ما تسلمهاش لاصحابها غير بعد استفتاء. لا، بالنسبه للاراضي الفلسطينيه تختلف عن الاراضي العربيه الثانيه. الاراضي الفلسطينيه تعتبر انها اراضي يهوديه وانها بتستردها، وان هذه القدس هي كانت دائما عاصمه الدوله اليهوديه في الماضي وانها بتاخدها مره ثانيه، وبالتالي ينطبق عليها احكام القانون الدولي، تنطبق على احكام القانون الاسرائيلي والقوى الاسرائيليه فيما ده المنظور الاسرائيلي. لكن طبعا كلها اراضي محتله لا شك. يعني انا بعتبر ان اسرائيل في فلسطين تعتبر في الجزء اللي قامت عليه اراضي مغتصبه، والجزء الاخر اراضي محتله. فالاغتصاب في القانون الدولي ده مخالف للقانون الدولي، والاحتلال ايضا غير مشروع. ثم ان الاحتلال اذا طال عن فتره، يعني المفروض الاحتلال عباره عن نتيجه صراع مسلح، فيجب ان يكون مؤقتا، يتغلب في طرف على الاخر فيعني يسيطر على جزء من الارض. بالظبط، هي سيطره دوله على الاخرى او كسر ارادتها فتسيطر على او تحتلها كلها. ولكن ده كله يبقى مؤقت ويبقى في اتفاقيات صلح بينهم وخلاص. من غير ما يبقى مؤقت يبقى ما فيش اي معنى لوجود ما يسمى بمجتمع دولي وقوانين دوليه وشرعيه دوليه. طبعا. ولذلك اسرائيل لما تقعد مده طويله، ده القانون الدولي تدخل برضه وقال الاحتلال طويل المده يسقط حصانات الدوله المحتله في داخل الاقليم، لان جيش الدوله المحتله بيبقى له مجموعه امتيازات. لاحظ ان الحته دي في القانون الدولي اللي وضعها الغرب، لانه يعلم تماما ان الذي يحتل هو الغرب. يعني احنا دايما المحتلين، وبعدين احنا بالنسبه لاسرائيل لم يعتدي احد على اسرائيل. اسرائيل دايما تقول للعالم الخارجي انا دوله معتدى عليا. اسرائيل دائما تعتدي. طب كيف تبرر اسرائيل الاعتداء ده؟ بتقول لك والله انا قاعده في وسط بيئه معاديه. مفهوم الحرب الاستباقيه او الوقائيه ده هو العداء. عشان كده لما تيجي تقول لاسرائيل يا اسرائيل تعالي احنا عايزين نعمل نظام امني في المنطقه، كلنا يبقى فيه امن متبادل. بس هل ده مطروح مساله امن جماعي اسرائيل طرف فيه سياده السفير مطروح؟ كان في مبادره الشرق الاوسط موجوده، وفي مفاوضات بين مصر واسرائيل والدول العربيه بحيث انه يبقى فيه امن متبادل. مطلوب ايه بقى؟ مطلوب ان اسرائيل هي اللي عندها. حضرتك تلخص لي المطلوب في دقيقه واحنا بنختم هذا الجزء. اسرائيل عندها سلاح نووي المفروض انها تشيله. نوقشت المساله في وكاله الطاقه الذريه. ماذا قالت اسرائيل؟ اسرائيل قالت ليست العبره بخطوره السلاح، ولكن العبره بحكمه من يملك هذا السلاح. باعتبار ان السوريين لو امتلكوه ما هماش طايشين، يعني مش زي الاسرائيليين العقلاء وهم يمتلكوا هذا السلاح. كده. واسرائيل قالت كمان انا ممكن اسيب السلاح النووي ده امتى؟ اذا تم يعني سلام شامل في المنطقه بناء على الشروط الاسرائيليه. هنعود سياده السفير تاني لان نقدم كل حاجه لاسرائيل وبعدين ننتظر منها بعد كده هل هي كده استكفت ورضت ولا لا؟ لا اسرائيل لا ترضى، واسرائيل في الواقع استنفذت كل مرات الرسوب. وانا اظن احنا بحاجه لبدايه جديده مهمه وحازمه حتى يمكن ان نعيد الامور الى
سلطة القانون الدولي واحترام القانون الدولي بذاته لا يحمي شيئا، ولكن الدول بإرادتها تسنده قوة يعني. تمام. مساعد وزير الخارجية السابق أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية السفير عبد الله الأشعري، أنا بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا. شكرا. مع وعد بأن احنا نتقابل في مرة جاية نكمل إن شاء الله بقية الملفات اللي لم يسعفنا الوقت في الخوض في تفاصيلها، وخاصة القضية الفلسطينية والسودان وملفات أخرى عديدة. وزي ما قلت حضرتك في الغالب كان الطرف المعتدي هو الطرف الإسرائيلي، إلى جانب حقوق يعني قديمة مترتبة على فترات الاستعمار اللي خضعت لها معظم الدول العربية. إن شاء الله. بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا. شكر ممتد لحضراتكم على تفضلكم بالبقاء معنا. السلام عليكم ورحمة الله.